ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسنده الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن البيع على البيع في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه، حتى يبتاع أو يذر عند قوم آخرين في رواية أخرى صحيحة ثابتة أيضا. ولنا مع هذا المبدأ الخلقي الرفيع في فقه التجارة اليوم في دين الله الإسلام وقفة على ما يقع في سوق الناس اليوم من فساد ومن ارتكاب للآثام وأكل أموال الناس بالباطل جهلا أو عمدا، حينما تخترق حقوق وتهتضم أموال بسبب الأنانية الزائدة وحب الهوى وعدم مراعاة حق الله الواقع فوق جميع الحقوق على الناس أجمعين، سواء في العبادات أو في المعاملات. سبق البيان قبله أن البيع كلمة تقع، يعني العقود بصفة عامة في الإسلام ومن بينها البيوع وما شاكل من سائر المعاوضات المالية، إنما هي عبارة عن إيجاب وقبول، عن توافق إرادتين كما يعبرون اليوم، تحصل بين بيعين أي بائع ومشتري. فإذا حصل التراضي هذا وعبر عنه بأي لغة كانت وبأي وسيلة كانت، ولو كانت إشارية كما هو واقع في الأسواق المحدثة اليوم، قد يعبر برموز، بإشارات، بكتابات، فإذا كان التعبير دالا على أن التراضي قد وقع وأن الأمر قد قطع انتهى، يعني المشتري رضي بالبضاعة والبائع رضي بالثمن، وعبر كل منهما عن ذلك صراحة بما يفهمه صاحبه، كل واحد فهم صاحبه ماذا قصد، فقد تم البيع. والفاصل في هذا الحديث الذي درسناه قبله وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الموجود في الموطأ وفي كتب السنن والصحاح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولكن المشكل الذي يحصل اليوم كثيرا أنهما يتفقان فعلا وينفصلان بالأقوال وبالأبدان حتى نخرج من الخلاف، يتفرقوا بالأقوال وبالأبدان، وقد انحسم البيع بينهما على ثمن معين في سلعة معينة، ولكن مع الأسف يأتي آخر من جهة أخرى ويساوم تلك السلعة، لأنه فقط هذاك البائع لا ذمة له ولا دين له، يعود يبيعها من جديد بحجة أنه لم يقبض ثمنها بعد أو لم يقبض عربونها، ويبيعها دون ما مبرر لغير المشتري الأول، لا حق له ولا يجوز له، لأنه آنئذ خالف مبدأ من مبادئ التجارة في الإسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع ما ليس لك، وأيضا لا تبيع ما لا تملك، لأنك باعتبارك بائعا بمجرد ما كتوافق على عقد الصفقة وتوافق على الثمن الذي عرض عليك فقد خرجت السلعة من ذمتك. هذه السلعة واخا بقي في المتجر ديالك، بقي في الحوزة ديالك، بقي في الأوراق ديال الملكية ديالك، إن كانت عقارا أو سيارة أو ما شابه ذلك، ففي شرع الله انتقلت من ذمتك إلى ملك المشتري، واخا هي يعني في الشكل مازال ما تنقلت، وفي الواقع المادي المحسوس لم تحول باعتبارها بضاعة أو شيء منقول، لم تحول من دكانك أو من مخزنك إلى مخزن أو إلى حوزة المشتري، راه عند الله تحولت، انتقلت من ذمتك إلى ذمته، كما انتقل ثمنها من ذمته إلى ذمتك، وصار الثمن دينا لك عليه، وليت انت كتسالو الثمن هذيك البضاعة، فلا حق لك إذن أن تبيعها لغيره. مع الأسف هذا فساد كبير وشر مستطير واقع في كثير من الناس اليوم، يبيع السلعة 3 مرات و4 المرات، يعني اللي عاود جاه من بعد عطاه ثمن أكثر يعود يبيعها له مرة ثانية وهو لا يملكها، لأنها خرجت من ملكه بمقتضى العقد الأول. من اللي قال الله يربح في العقد الأول فقد صار لا يملكها، ماشي ديالو، فكيف يبيع ما لا يملك؟ أي ذمة هذه؟ وبأي وجه سيلقى ربه يوم القيامة؟ لأنه فعلا الآن في الدنيا الخصم ديالو ما عندوش عليه شي حجة قانونية، مازال ما كاين كتابة، مازال ما كاين توثيق، ولكن الله وثقها والملائكة
يكتبون كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول بما في ذلك طبعا من باب أولى وأحرى أقواله في الإيجاب والقبول وعقد العقود، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا المؤمن الحقيقي والمسلم الحقيقي هو الذي يلتزم بشروط الله وشروط رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد نص في الحديث الصحيح الذي صار قاعدة فقهية أصيلة: المسلمون عند شروطهم. التزمت بواحد الشرط، التزمت بواحد البند، التزمت بواحد الكلمة، بواحد العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولهذا حرم رسول الله تحريما مطلقا أن يبيع الإنسان الشيء مرتين، وأن يشتريه غير المشتري الأول علما بأنه قد بيع تعديا. يعني يجي واحد الشاري وعارف وعالم بأن السلعة الفلانية اشتراها مشتري معين، لكن مازال ما تمش تبادل الثمنين، هذاك مازال معطى سلعة وهذاك مازال معطى فلوس، وكيستغل هذه الفرصة ديال كون السلعة لم تفوت بعد، مازال ما خرجت من يدمو لها وهي في الشرع تبعت، كيمشي يعاود يساومها من جديد باش يعاود يشريها منه من جديد. أنت تشتري ما تعلم بأن هذا البائع لا يملكه. وليكون كان الإنسان فعلا في مثل هذه النازلة نزيها مؤمنا حقا متوكلا على الله حق توكله، يمشي لهذاك اللي شراها ويعاود يشريها منه بأي صيغة من الصيغ المباحة، إما بعقد المرابحة، أنت عارف شحال دا وزيد له شي حاجة في الربح دياله، أو بأي صيغة من صيغ التراضي اللي ترضى بها أنت ويرضى بها هو، ويرضى الله فوق ذلك على الجميع ويبارك لك. والإنسان جاهل بالله، لأنه كيظن بأن بهذا الأسلوب تكبر ثروته ويكسر ماله، وإنما الله جل وعلا يمحقه ويسحقه ويبتليه بكثير من البلايا بسبب ذلك المال الحرام الذي دخل عليه. البائع دخل مال حرام، البائع لأنه باع واحد الحاجة مرات وما عندوش الحق، والمشتري إذا كان عالما لما سرقش الخبر، يعني ما عرفش بأنها تبعت، لا نتحدث عن العالم. أما الجاهل فرفع عنه القلم حتى يعلم. فالعالم الذي يعلم بأن السلعة بيعت ويشتريها للمرة الثانية من غير صاحبها، فقد أدخل على ماله وشركته ومتاعه ومتجره سما يمحقه ويسحقه وبلاء يدمر أعصابه وأبناءه وأسرته جميعا، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. فلهذا الإنسان كي يغيب عليه أن الله عز وجل يرقبه، ولذلك لا يخاف من سطوات الله جل وعلا وعقابه، وعقابه متربص به في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله من عقاب الله وعذابه. لهذا إذن حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الخلق المشين، يعني خلق ساقط، عمل سيء فيه إذاية المؤمن، إذاية الخلق المسلم، أن تشتري السلعة التي تعلم أنه قد باعها من قبله، فهذا تعدين على حق امرئ مسلمين، لأنه ابن آدم يستسهل هذا من باب قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأنه كتقول إذن هذاك راه مازال ما خسر شيء، ما خسر شيء، هو ما دفع فلوس والآخر ما دفع سلعة، لا، أنت تعديت على حقين معنوي ومادي ديالو. هذا تعدين واقتطاع حقوق الناس وأموال الناس بالباطل. وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنذر أن من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فهذا يجره يوم القيامة ويكون عليه جمرة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذاك المؤمن هذه حقوق الناس، وسيخاصمك بين يدي الله يوم القيامة. وما أشد أن يخاصمك عباد الله من المسلمين يوم القيامة بين يدي الله. يعني شيء غريب الإنسان، شيء غريب حقيقة أنه يتجرأ على أن يكون خصيما لخصمين في محكمة رب العالمين جل وعلا هو الذي يحكم آنئذ فيها، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أدراك ما محمد عليه الصلاة والسلام لما طلب منه التسعير، واحد السنوات وقع فيها جفاف وغلى السعر، وجاءوا الصحابة قالوا له: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون إذا سعر أن يتعدى على حقوق الفلاحين في المدينة المنورة آنئذ، فلاحين ديال الواحات ضعاف. فقال: إن الله هو القابض الباسط، هذه أرزاق، مرة يبسطها ومرة يقبضها. إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر،
وإني، وهذا محل الشاهد، وإني لأرجو الله، لأرجو أن ألقى الله، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يتبعني أحد بمظلمة في دم ولا مال، ولا يتبعني أحد بمظلمة في دم ولا مال. وهذا سيدنا محمد أعدل الخلق عليه الصلاة والسلام وأتقى الخلق، ويخشى من خصومة الناس، يخشى من خصومة الناس في محكمة رب العزة يوم القيامة، لأنه يكفي المرأة فزعا ومصيبة أن يسألك الله سؤال تحقيق: من أين لك هذا يوم القيامة؟ ولا تستطيع آنئذ أن تستر شيئا، ولا أن تجد حجة بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كذب لسانك نطقت يدك وجوارحك وجلودك وأرجلك، كل شيء فيك يتكلم آنئذ ويشهد عليك لا لك. يشهد الجسم ديالك، الجوارح ديالك، اليد ديالك اللي خدات المال الحرام تشهد ضدك ولن تشهد لك. ولهذا المؤمن الذي يؤمن بالبعث ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن بعقيدة الإسلام بما فيها من حساب ومآل يفرق الفرق الشديد، يعني الخوف الرهيب، يفرق الفرق الشديد من أن يموت هو وقد تعلق بذمة حق من حقوق العباد ولم يحصل التسامح والمغافرة في الدنيا، لأن النتيجة آنئذ أنها خصومة، محكمة تنصب بين يدي الله وستعرض أنت متهما فيها آنئذ، والله جل وعلا هو الذي يقضي آنئذ، ولا يقضي الله جل وعلا إلا بالحق. ما كان لامرئ مسلم يعلم حقيقة العلم أنه بتصرفه هذا إذ يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، ولفظ البيع جامع للمعنيين، يعني من اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وفي رواية ولا يسوم للنفي على سومه. راه لما يعني عبر بالبيع فقد عبر بالشراء أيضا، وهو من المشترك الدلالة لفظا ومنطقا أيضا، لأنه يعني لما منع البائع ما يبيعش الحاجة جوج مرات، راه منع أيضا الشاري ما يشريهاش وهو يعلم أنها قد بيعت. ولو قلت بالكلام لا بد أن ننتبه إلى هذا، لأن بحال جرى واحد العرف فاسد عند الناس أن الصفقة ما كتم حتى تدفع الثمن أو شيء منها أو تنقل من محلها إلى محل آخر. لا، الصفقة تمت بمجرد التوافق بين البيعين، والحديث قاطع في الأمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لهذا إذن المؤمن يتحرى لنفسه، بغي يدخل شي حاجة حلال يبارك الله له فيها ويكسر بها رزقه الطيب، فإذا أطعم أهله وأبناءه فمن حلال، وإذا تصدق فمن حلال، وإذا حج فمن حلال، كل شيء من أعماله صالح مقبول. أما المال ملوث فاسد محرم، كيف حجه؟ كيف صدقته؟ كيف طعامه؟ كيف شربه؟ كالماء النجس، بحال الماء المنجس، كالماء النجس لا يصلح لوضوء ولا تزول به نجسة ولا جنابة ولا يشرب، حقه أن يهرق. الماء النجس ما عنده حتى حل الواحد ديالو تهرقه. فكذلك المال الحرام والعياذ بالله. فلما وقد طيب الله رزقك ومعاشك تفسد حياتك؟ شيء غريب جدا، إنما هو الجشع والطمع وأهواء الشيطان، وإلا فالرزق ثابت والله. راه ربي تعالى لك الشيء اللي مكتب لك من الرزق ديالك غيوصلك، فاترك له باب الحلال فإنه يصلك بالمقدار الذي سيصلك عن باب الحرام، وإنما أنت متسبب، وعلى قدر نيتك تصلك الأرزاق من باب الحلال أو من باب الحرام. الرزق يشخصه بعض العلماء في صورة إنسان. الرزق بحال شي بنادم يأتي باب العبد الصالح فيطرق بابه في هيئة المال الحرام. الرزق نفرضوا عنده الرزق سميته الرقم ديال 100، كتجي 100 وتدق على باب الإنسان الصالح، لكن جايه في الوجه ديال الحرام، جاءت في صورة رشوة أو سرقة أو نجش أو بيع على بيع أو شيء من الصيغ المحرمة. فالعبد الصالح حينما يفتح الباب ويجد هذا الرزق المحرم يصد الباب إزاءه ويتوكل على الله عز وجل. كي يعلم هذا العبد بأن هذا الرزق ليس له بهذه الصورة، فإذا بالرزق من حيث الرقم هو 100 كي يمشي
ويتهيأ في صورة الحلال آنئذ، ويجي الرقم نفسه ويطرق الباب هذه المرة لكن من باب الحلال المأذون فيه الطيب المبارك، فإذا فتح له العبد وجد طيبه ورائحته فاستبشر خيرا وعمر داره بالرزق الطيب المبارك. المبارك، ما معنى المبارك؟ يعني وحدة يضربها الله تعالى في 100، بمعنى أنه يضاعف آنئذ في ذلك الرقم بما فتح له من باب الحلال، فتكون فيه البركات، ويأكل ويتصدق ويحج ويقضي به مصالح، وتبقى البركة في آل بيته آنئذ إلى أن يشاء الله. ثم العبد الطالح، العبد السيء اللي نية دياله خيبة، يأتيه الرزق في صورة الحلال، في صورة الحلال، وكيجيه بالرقم دائما نقولوا ديال 100 على سبيل التمثيل والتقريب لا أقل ولا أكثر، ولكن لأن القلب دياله فيه الطمع كيقول هذا قليل، فيصد الباب إزاءه وينتظر يقلب على الصورة السيئة، أي أنه كيتهيأ له بسبب ما يوهمه الشيطان أنه لم يعقد الصفقة بالشكل السليم غادي تجي الأرباح قليلة، إذن يمشي يمارس هذه الممارسة ديال البيع على البيع ويخطفها لصاحبه قبل ما يديها، أو يمارس نوع من النج وهو التحايل على البائع من أجل إغوائه بثمن لا يستحقه أو شيء من هذا القبيل من التفاصيل، وقد سبق تفصيل مثل هذا. كيتهم بأن الأرقام غادية تعلى ولن يأتيه إلا الرقم عينه، لكن في صورة الحرام، ما يجيش في الصورة الطيبة لأنه صد الباب دونه ويأتي الرقم عينه، ولكن يدخل في صورة الحرام وينال آنئذ ذلك العبد جزاء كسب الحرام. علاش؟ لأن ربي أعطاه إمكانية يأخذ عن طريق الحلال فأبى جشعا وطمعا وتسبب إليه من طريق محرمة، فعليه آنئذ وزر كل درهم أكله من ذلك الرزق، وهو في الأصل رزق راه مقدر باش يأخذ بذاك الرقم، لكن بما اكتسب وبما تسبب من أمر آثم محرم يأسم في كل ما يدخل عليه به، ولن يدخل عليه إلا ببلاء بعد بلاء في رزقه وفي كل ماله وفي كل ما يتعامل به آنئذ. وقد مثلنا كما بينا بأن الرزق إذا تلوث والعياذ بالله يصبح كالماء النجس، فما أصعب أن يطهره العبد وما أشقى عليه آنئذ أن يتخلص منه وكيف. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من شاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وبعد. أما النهي عن السوم على السوم، مساومة يعني تكون يعني بأي شكل من أشكال، يعني الصور القديمة التقليدية المعاصرة عبر وسائل الاتصال الحديثة، أي صورة، هنالك شكل محرم من السوم على السوم وهنالك شكل مباح. حينما تكون السلعة أو البضاعة يتيمة ليست نمطا، ليست أمرا شائعا من عدة أشياء، أنا نبسط هذا الأمر على قدر الطاقة والاستطاعة، وذلك لما تكون واحد الحاجة ما عندهاش مثلها، كمنزل مثلا في عقار أو سيارة يعني معينة معروف يعني برقمها وبيعني تاريخها وبمواصفاتها، أو يعني أي شيء من هذا النوع اللي ما فيه شيء اثنين كاين غير وحدة، ليس فيه شيء، ليس متعددا ولكنه شيء يتيم في ذاته فريد في نوعه. فلما يوقف الشاري على البضاعة يسومها فمن سوء الأدب أن يدخل الثاني في السوم، لأنه سيسبب الحرج للمشتري ويدخل الجشع على البائع ولا يسوم على سومه. صحيح الفقهاء أنهم تحدثوا عن مرحلة يقع فيها التحريم وقبلها يكون الكراهة، يعني في السوم على السوم جوج المراحل، المرحلة الأولى إنما هي مكروهة، المرحلة الثانية محرمة، وهنالك نوع آخر مباح سنذكره بحول الله. أما المكروه فهو هذه المرحلة الأولى، أنت كتشوف فيه كيقول له شحال وكيهضر معاه، ما تدخلش أنت أيضا تقول شحال، لأنه هذاك المشتري إلى معول يعني إذا كان يقصد المشاحة بصورة معينة، يعني اشترى المشاحة معول يتشاطر على واحد ثمن معين، أنت كتفزعه وكتخليه إلين في المشاحة ديالو، والبيع بني على المشاحة، البيع بني على المشاحة، وأشياء أخرى بنيت على المكارمة، صداق المرأة ما فيه شيء اشترى، بني على المكارمة
والبيع هذه من قواعد الفقهاء، البيع بني على المشاحة، يعني نضرب على راسك ونضرب على راسي، البيع بني على المشاحة، والصداق بني على المكارمة. فأنت لما كتدخل وتبدأ تساوم وهو كيساوم راك كتدي له حقه في المشاحة، وهذا حق معنوي بل مادي خفي لا يظهر للناس لأنه أمر نفسي، ولا يجوز التعدي حتى بهذه الصورة. الإسلام أعطى للناس واحد التوازي في الحقوق واحترام بعضهم لبعض بمستوى مثالي راق لو الناس فعلا فهموا هذه المقاييس الربانية الرفيعة. وفي الوقت نفسه هذاك البايع إلا كان معول يبيع بواحد الثمن اللي عنده واحد الربح مبارك متوسط أو قليل كيولي يطمع، فيعني يغلي السلعة ويطمع أن يزاد له فيها آنئذ. إنه يعني كاين الصيغة اللي يمكن له هذاك البائع يطلب الثمن الأعلى، ولكنه هو اللي كيتسمى المزاد العلني، وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد باع قدحا وحلسا في من يزيد. لما تخرج الصيغة بحال هذا الشكل، هذه الصيغة إذن عندها الطريق ديالها، شكون اللي يعطي أكثر في هذه السلعة، فآنئذ المساومة مفتوحة للجميع، اللي زاد هو اللي غادي يعطيه. لكن هذا فرض مع فرض، ما فتحاش المزاد العلني، وإنما يعني فتح الأول واحد جاء عنده، فهذا أول واحد جاء عنده أنا نخليه حتى يفضي معاه الحساب، حتى يبيع أو يضر كما في الحديث، حتى يبيع أو يبتاع أو يضر، حتى يبتاع أو يضر، نخليه حتى يشري أو يمشي في حاله عاد ندخل. هذا قلت عمل مكروه فيه إثم الكراهة. أما إذا حصل التقارب واللين بين البيعين وبدأ يميل أحدهما إلى الآخر، يعني بدأوا كيتفاهموا ماشي غير كيساوم، مازال ما تمتش الصفقة، مازال ما قالوش قبلت بعت واشتريته، ولكن تعدوا المرحلة ديال المساومة ودخلوا في مرحلة ديال التفاهم. طيب يعني ما خصش يكون فيها يعني عيب كيشرط عليه الاخر كيشرط عليه، اذن البيع وصل لواحد المرحله متقدمه، اذن قراب يتفاهموا بيناتهم واخا ما تمتش الصفقه. فالمساومه في هذه اللحظه حرام، ما بقيناش في الكراهه، لانه انت كتشوف السلعه هي قريبه تمشي وكتدخل تقول له شحال باش تخسر البيعه والشريه واخا مازال ما تمتش، لا يجوز لك. هذا مثل البيع على البيع، وقد نهي عن البيع على البيع كما نهي عن المساومه على المساومه. والرزق راه واحد، ورب العالمين فوقك. لما تترك شيئا لله ولو تعلق به قلبك، الله يرزقنا اليقين في الله فعلا. انت بنادم كيتعلق قلبه بواحد الحاجه راه ربي كيشوف فيك، وقد علم أنك رأيت أن هذه الصفقة قد بدأ يركن فيها أحدهما إلى الآخر، وأنك تخليت عنها احتراما لحق المسلمين. لا تظنن أن الله غير مطلع عليك، هو مطلع عليك سبحانه وتعالى، ويعلم أنك تركت شيئا لله، فوالله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خلي هذيك السلعه وعرف بان ربي تعالى يجيب لك احسن منها وافضل منها، احسن منها رخصا وثمنا وجوده، لانك عبدت الله بحفظ حق من حقوق عباده. فالله آنئذ يحفظ حقك ويزيدك، لان ربي تعالى كيعوض بالمضاعفة سبحانه وتعالى. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا اللهم شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما تعدينا به وما ظلمنا، اللهم اغفر لنا ظلمنا لأنفسنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم تجاوز عنا ما أسلفنا وما قدمنا وما أخرنا، اللهم عفوك ورحمتك رحمتك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك ولا منجا لنا منك إلا بك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في أبداننا، واحفظنا في أموالنا، واحفظنا في أبنائنا، واجعلنا لك بذلك شاكرين ذاكرين حامدين آئبين تائبين لك يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، خاصة منهم الخلفاء الراشدين، اللهم وجميع أصحابه من الأنصار والمهاجرين، لا نفرق بين أحد منهم، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم واحفظه من بين يديه ومن خلفه، وبارك اللهم في ولي عهده
مولاي الحسن أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات تسجيلات الوصال، هاتف رقم 064 13 70 56، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.